تخيلوا معايا بنت في عمرها فقط 19 سنة في إجازة صيفية وحدة غادي تقلب حياتها 180 درجة. الحقائق اللي غادي تكتشفها غادي تغير حياتها بالكامل. شنو غادي يوقع ليسرى؟ واش غادي تقدر تواجه التقاليد والغربة والمشاكل في الزواج والخذلان، ولا هاد التجربة غادي تكسرها بصفة نهائية؟ وجدوا قلوبكم حيت القصة اللي غادي تسمعوها عامرة دموع، فرح وبزاف ديال الحاجات. بنت عادية عايشة بطريقة هانية مع الوالدين ديالها غادي تنتقل من حب بريء لوهم الزواج السريع، ومن غربة وحلم للعيش في أمريكا الواقع مر. كانت عندها حياة مزيانة، كانت كتقرا في الجامعة، عندها بزاف ديال الأصدقاء، وكانت اجتماعية بزاف وفرفوشة، وكانت من النوع اللي كيدخل للقلب بالزربه. لكن كل شيء غادي يتبدل مني ولد عمه غادي يقرر يجي المغرب باش يدوز العطله الصيفيه، وبحكم ما عندوش العائله هنايا في المغرب غادي يقرر يجي عندهم هما، حيت هما كانوا العائله الوحيده اللي عنده هنايا. جاء اليوم اللي غادي يزور فيه المغرب، مني دخل عليهم في الدار اعين كلها كانت عليه، لانه كان شخص مبدل بزاف بحكم انه عاش في امريكا لمده طويله. يعني كان مختلف في طريقه اللبس ديالو والهضره ديالو، وكل شيء كان فيه متغير، تقول انه ماشي مغربي بتاتا، وايضا ما كانش كيهضر بالدارجه مزيان. صرا بطبيعه الحال كان ديجا تلقات واحد النهار في الصغر ديالها، ودابا ملي غادي تشوفوا غادي تصدم واحد الصدمه اللي كبيره بزاف، وغادي تسائل اذا فعلا هذا هو ولد عمها اللي كانت كتلعب معاه ملي كانوا صغارين. كانت عندها بزاف ديال التساؤلات على كيف ان الغربه تقدر تبدل الشخص 180 درجه. ليها ملي كانوا كيدوزوا الايامات مع بعضهم مع العائله ديالهم، كانت دائما كتلاحظ وكتدقق الشخصيه ديالو مزيان، وكانت كتحاول تعرف من نوع ديال الاشخاص هو. من بعد ما قضى تقريبا سيمانه في المغرب، كتلاحظ ان الخطوط بدات كتخلط شي شويه، وايضا من الملاحظات ديالها بدات كتحس انه كيعطيها اهتمام اكثر من اخواتها الاخرين. من سالت الايام الزياره ديالو كان خصو يرجع للميريكان، وهنا فالسارة غادي تبدا تحس بواحد الكآبة اللي ماشي عادية. حتى والديها بداو كيحسوا بالفرق كبير مني غادر البيت ديالهم. لكن قبل ما يسافر احمد كانت كتكون بيناتو وبين الاب بزاف ديال الحوارات غادي نكتشفوها من بعد ما تمر شهور على الزيارة ديال احمد للمغرب. الزيارة ديالو الثانية للمغرب غادي يجيب الوالدين ديالو اللي هو العم ديال سارة والزوجة ديالو. ولما جاو للزيارة بعد 3 أشهر، سارة بدات كتحس بأنه كاينين شي حاجات مختلفين بداو غادي يوقعوا. حست أنه جايين على هدف، لأنه الأم ديال أحمد غادي تجيب بزاف ديال الهدايا، وغادي يجلسوا بطريقة رسمية، وغادي يعنوا بأنه أحمد جا من الميريكان باش يخطبها بالخصوص. تكلموا بيناتهم بأنه سارة بنت ظريفة وأنهم غاديش يلقاو حسن منها، وأيضا وضحوا بأنهم كانوا ناويين أنهم يديروا الخطوبة والزواج بسرعة. يسرى الصراحة تصدمت مع هذا الخبر هذه، حيت حسات بأنه كاين استعجال كبير، وهي كانت باقي باغا تاخذ الوقت ديالها في هذا الموضوع هذا، خصوصا أنه كان غادي تترك العائلة ديالها في المغرب وغادي تسافر للميريكان. ولكن نوعا ما كانت مرتاحة لأنه كانت متبادلة الإعجاب مع أحمد. صافي كل شيء طرا بواحد الطريقه اللي سريعه بزاف. عقدوا العقد وكانوا كيستناو النهار اللي غادي يديروا فيه العرس. هل كانوا مصرين بزاف انهم يعملوا هذا العرس هذا عاد يرجعوا للميريكان. علي هذيك الشيء كان بسيط وكان خفافي بزاف. بعد حتى كانت قام العرس، وكانت قريبه الايام اللي غادي تسافر فيها. صور الزفاف ديالهم انتشرت بواحد الطريقه اللي مبالغ فيها بالدعم ديال الاقرباء ديالها والاصدقاء ديالها. كانت كتحس بانها دارت الحاجه صحيحه، كانت متحمسه ومتوتره في نفس الوقت، لانه هذه كانت اول مره ليلى غادي تغادر المغرب وغادي تخلي عائلتها واصدقائها وكل شيء من وراها. وخصوصا هاد السفر هذا ما كانش كاي سفر، يعني كانت خصها تستقر تما في امريكان. وصافي جا اليوم اللي داوها الاهل ديالها
لها المطار وبداو كيودعوا فيها. كانت بزاف ديال الدموع، وايضا هي كانت كتحاول تهدئهم وتبين راسها باللي قويه، كتقول لهم بانها ما غاديش تعطل بزاف وانه غادي تزورهم في اقرب وقت. وصلت لامريكا، استقبلها احمد وداها عند العائله ديالو. هو كان عايش مع الاخوه ديالو والاب والام. كانت مصدومه بزاف من الاجواء، بحيث ان الناس كانوا مختلفين بزاف على اللي تعودت عليه. اللغه مختلفه، طريقه اللباس مختلفه، والثقافه مختلفه تماما عن اللي كتعرفوه هي. لكن احمد كان كيحاول يطمئنها وكان كيقولها بانه معاها وغادي يعاونها في كل شيء بغاتو. وايضا هي ما كانتش كتقن بزاف اللغه الانجليزيه، عليها كان لازم انها تتعلمها باش تندمج مع الشعب. وكان كيعاملها فعلا كالاميره وكيشري ليها اي حاجه بغاتها باش ما تحسش بانها بعيده على الاهل ديالها وباللي ما كاين حتى واحد معاها في هذا البلاد. ومع مرور الايام والشهور بدات كتكتشف واقع اخر. كانت كتحاول انها تهدأ نفسها بانه مع الايام غادي تتاقلم، لكن كان الوضع كيزيد وكيتكفس. الام ديالو في الاول كانت كتخليها مثلا جالسه وما كتهضرش معاها، لكن من بعد هذا غادي تبدا تضغط عليها. اذا شفتها مثلا هزه التليفون غادي تقول لها مالك هزه التليفون، اجي تعاونيني، ديري هادي، فعلي هادي. وكانت كتضغط عليها بزاف من هاد الناحيه هادي، بحيث انه نوعا ما كتعاملها بحال شي خدامه. وكانت دائما كتفيقها بكري في الصباح باش تعاونها. وايضا الخصوصيه ديالها ولات نوعا ما معدومه في هاد الدار. حتى وهي جالسه في الغرفه ديالها ما كانوش كيدقوا عليها ولا اي حاجه، فقط كيفتحوا الباب وكيدخلوا. هي كانت متعوده على الهدوء والسكينه، بحيث ان الام والاب ديالها في المغرب ما كانوش كيعاملوها بهذه المعامله بتاتا. حاولت انها تصارح الزوج ديالها بهذا الموضوع هذا اكثر من مره، وكان دائما كيسكتها بهدايا. ما كانش كيوعدها بانهم غادي ينتقلوا من هذا البيت هذا وغادي يمشيو يعيشوا الحياه ديالهم بوحدتهم في شي بلاصه اخرى. كنت قادره تلاحظ بانهم كيتحكموا فيه هو ايضا، بحيث ان الكلمه ديالو ما كانتش مسموعه ابدا في الدار. واذا وقعت شي مشكله كان دائما كيشبر الجانب ديال الام ديالو. بحكم ان الزوج ديالها كان كيشتغل برا ما كانتش كتشوف هاد الفلوس ابدا، بحيث ان الام ديالو هي اللي كانت كتحمل جميع مصاريف ديال الدار عليها. كان دائما كيعطيها الفلوس الام ديالو وماشي للزوجه ديالو باش تحكم فيهم. حتى واحد ما كان كيقدر يهضر ولا يتناقش معاها. صافي يسرى ما غاديش تبقى تقدر عاد تحمل هاد الحاله هادي عليها. غادي تجي واحد النهار وغادي توصل للحد ديالها وغادي تنفجر على الزوج ديالها وغادي تقول له بانها ما غاديش تبقى تسكن في هاد الدار هادي عاد، وباللي اذا ما انتقلوش من هاد الدار هادي غادي ترجع في حالها للمغرب، وبانهم غادي يطلقوا. الزوج ديالها مني شاف ان هذا الموضوع هذا جدي، اليسرى غادي يوافقها الرأي يوم هالدار هادي ويمشيو لدار اخرى. واخا كانت معاناة مع الام ديالو باش يقنعها هو بانه غادي ينتقل برا الدار، ولكن في الاخر نجح ومشاو لواحد الشقة اللي صغيرة. ولكن على الاقل يسرى كانت قادرة انها تتحكم في الاشياء ديالها، وكانت قادرة انها تلقى الراحة ديالها بلا ما يتدخل فيها شي واحد. لكن مع الوقت غادي يبداو يكتشفوا بان المصاريف بدات كتزيد بزاف، بحيث ان الدنيا تمايك غالية عليها. الصالير ديالو ما كانش كيكفي حتى النص ديال الشهر، والضغط المالي بدا كيكشف لهم مشاكل اخرى اللي كانت ما كتوقعهاش ابدا. عليها غادي تقرر يسرى انها تبدا تخدم باش تبدا تعاونوا في المصاريف ديال الدار. كل ليله كانت كتسائل مع راسها واش هذا هو الزواج اللي كنت كنحلم به. يسرى ما كانتش كتوقع ابدا بان هاد الاشياء هذه غادي توقع ليها في حياتها. ما كانتش كتوقع بان الزواج ديالها غادي يتدهور بهاد الطريقه، بحيث ان الزوج ديالها بدات كتحس به بانه ماشي السند ديالها بتاتا، وخصوصا بانه كان كيدفعها بانها تعمل كل اعمال البيت وايضا تخرج تخدم برا. بدات كتحس بان الحب ديالها للزوج ديالها بدا كيتاكل بسبب هاد المشاكل. صافي من بعد 3 ديال السنوات من الزواج ديالهم بدات كتخف شويه ديال الديون عليهم، وبداو كيحسوا بانهم مستقرين ماديا. عليها يسرى قررت
انها والزوج ديالها انها توقف الخدمه، بحيث انه لقى خدمه مزيانه، الخلصه ديالو بدات قادره انها تغطي جميع التكاليف والمصاريف ديالهم. عليها يسرى قررت انها تجلس في الدار وما تبقاش عاد تخدم، وبدات كتفكر بانه كان هذا هو الوقت المناسب بانها تجيب طفلها الاول، والله رزقهم بمولودهم الاول. ويسرى كانت فرحانه بزاف، وايضا الزوج ديالها احمد، بحيث ان هذه كانت فرحه استثنائيه كتدخل للدار ديالهم. لكن غادي تبدا تحس بضغط صغير، بحيث ان مولودها جديد كان شويه صعيب في التربيه عليها، كانت خصها تسهر معاه بزاف. وانتم عارفين يسرى ما كان عندها حتى واحد يعاونها تمايك لا في البيبي ولا في الاعمال المنزليه. عليها بدات كطيح لها فكره انها تجيب عامله باش تعاونها. عليها قررت انها تصارح الزوج ديالها بهذا الخصوص، والزوج ديالها كاع ما رفض وتقبل هذه الفكره هذه، وقرر انه يجيب لها واحد البنت باش تعاونها في الاعمال ديالها في الدار وايضا في البيبي. بعد اسابيع من الاجراءات جات البنت جديده للدار ديالهم باش تعاونها. يسرى ما كانت قدها فرحه بهذه البنت الجديده، كانت فرحانه بها بزاف بزاف، لانه اخيرا حست بانه معاها شخص غادي يقدر يعاونها. يسرى بدات كتحس بانها خفيفه، وباللي التركيز ديالها دابا ولا فقط على الطفل ديالها. لكن هذه البنت هذه بطبيعه الحال كانت باقي شخص غريب على يسرى، ما كانت كتعرف عليها والو من غير الاسم ديالها والميلاد ديالها وبعض من المعلومات الثانيه. ولاحظت بانه التصرفات ديال الزوج ديالها بدات كتبدل، ماشي شي تغييرات كبيره، ولكن انا قلت لكم في البدايه بان يسرى كانت عندها دقه الملاحظه. النظرات ديالو ولات مختلفه نوعا ما، ومن بعد اسابيع بدا الصوت اللي عندها في بالها مسموع اكثر، وكان هذا الصوت هذا كيقول لها بانه كاين شي حاجه بين العامله والزوج ديالها. وفي واحد النهار ما قدرتش عاد يسرى تتحمل هذا الشيء هذا اللي كيوقع عليها، غادي تواجه الزوج ديالها بالحقيقه، وغادي تقول له بانه تبدل عليها وما بقاش كما كان. وبعد هذا الحوار هذا باسابيع غادي تصدم بان الزوج ديالها غادي يجي ليها في واحد النهار وغادي يقول لها انه ما بقاش عاد باغي هاد الزواج هذا، وانه ناوي يطلق منها. وما كانتش كتوقع ابدا انه يطلب منها الطلاق بهاد الطريقه هذه، خصوصا انه كان بيناتهم طفل. والزوج ديالها كان كيوضح بانه غادي يطلق حيت خصو الحريه، وكان كيحس بانها كتخنقو بزاف. قد ما كنت كتسمع الحوار ديالو معاها والكلمات ديالو، كانت يسرى كتزيد تجرح بزاف، وكانت مصدومه صدمه تامه، لانها ما كانتش كتوقع بان هذا الشيء غادي يخرج من احمد بتاتا. الاحلام اللي بناوها مع بعضياتهم دمرها احمد في حوار واحد. كانت كتحس بمشاعر ديال الخذلان والخيانه، واللي كان كيدور في بالها انه كان لازم تحمي نفسها والطفل ديالها. بعد الطلاق بشكل رسمي يسرى كانت لازالت في صدمة حادة، كانت كتشوف الاوراق اللي كتوثق الطلاق ديالها. كان المستقبل غامض بزاف اليسرى، وكل الاحلام اللي كانت كتخطط ليهم مع احمد راحوا بلا رجعه. وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى يكون نال اعجابكم. كانت معكم ميهي، نشوفكم في الفيديو اللي ماجي. بسلامه.